عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت ميرا. كتير من الطلبة اللي ناوية تدخل كلية تمريض أو المعهد الفني للتمريض قلقانين من موضوع إلغاء التكليف. يا ترى فعلا التكليف اتلغى على الكليات الطبية ولا ما اتلغاش؟ إن شاء الله هنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل وفي خبر مفرح هيطمنكم. يلا نتابع مع بعض. دلوقتي هنبتدي نقرا مع بعض نص التوصية اللي اجتمع عليها أعضاء المجلس كلها، وهنفسر بالتفصيل ايه المفروض هيحصل بعد التوصية دي. يلا نشوف مع بعض ايه هي التوصية اللي تم الاتفاق عليها. انتهى اجتماع اللجنة باتفاق جميع أعضائها وبتوصية من وزير الصحة والسكان إلى أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة اللي هي الكليات الطبية بالقانون رقم 29 لسنة 1974 وفقا لاحتياجات الجهات المذكورة، وذلك اعتبارا من حركة تكليف 2025. دلوقتي هنبتدي نتكلم بالتفصيل وندي أمثلة اللي هيحصل. ملخص التوصية أو اللي اتقال في التوصية إن بداية من 2025 هيبتدي التكليف يكون وفقا للاحتياجات بالنسبة للكليات الطبية، وما تذكرش أبدا إن تم إلغاء التكليف، وده في حد ذاته خبر مفرح. إزاي يا دكتور؟ لو سألت أي حد من القيادات التمريضية في أي محافظة هيقولك في عجز شديد جدا في الهيئة التمريضية، كل المستشفيات محتاجة تمريض، وكمان في مستشفيات جديدة بتتبني. المستشفيات الجديدة دي مين اللي هيشتغل فيها؟ محتاجين أطباء ومحتاجين تمريض، ففي عجز شديد جدا في التمريض. فحتة يتقال التكليف وفقا للاحتياج ده في حد ذاته خبر مفرح. طب يلا كده نفسر مع بعض يعني ايه التكليف وفقا للاحتياج. يعني على سبيل المثال في محافظة الإسكندرية محتاجين تمريض 500 وانا عندي 1500 طالب، هياخدوا ايه؟ هياخدوا ال 500. طيب ال1000 دول هيروحوا فين بقى؟ هو ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. هل ال1000 دول خلاص ضاعوا؟ لا طبعا، وفرصتهم متاحة جدا ولهم فرص كتير. وبرضو هقول لكم على حاجة مهمة جدا عشان تبقى داخل الكلية ومطمن اللي انت ان شاء الله هتتكلف. ايه هو؟ هنشوف دلوقتي. ال1000 بقى اللي هم ما تكلفوش دول هيروحوا فين؟ في احتمالين. ايه هما الاحتمالين؟ يا اما يتعينوا في محافظة تانية، يعني مثلا على سبيل المثال هيقولوا مثلا محافظة أسيوط محتاجة تمريض أكتر، فيبتدوا يوزعوهم في مناطق تانية، وده احتمال. واحتمال السيء إن هم ما يتكلفوش أصلا. طيب معنى كده اللي أنا انتهيت؟ لا، على فكرة أنا أعرف ناس عاملين أجازة من شغل الحكومة وبيشتغلوا شغل برايفت خاص. اي مستشفى خاصة هتقبلك طبعا، كلية تمريض او معهد فني تمريض حكومي هتقبلك بكل اريحية. ليه؟ لانها مش هتقبل طالب داخل معهد اللي هم تحت السلم وهتسيبك انت، فبالتأكيد هتاخدك بكل اريحية. فالمستشفيات الخاصة هتبقى متاحة ليك جدا وبمرتبات محترمة، وهتبقى متاح ليك ان انت مش تاخد شيفت بس، لا تاخد يعني مش تبقى انتوا لسه بقى لما تتعينوا بيبقى لك فترة معينة، مثلا من 8 ل2، لا ممكن تاخد من 8 ل8 بمرتب كويس محترم تقدر تبني بيه نفسك. فانت ما انتهتش غير كده، لك طبعا فرصة ان انت تسافر في الدول العربية او الدول الاجنبية، ولها مميزات رهيبة عايزة اعمل لها حلقة خاصة. فمتاح لك جدا كطالب كلية تمريض. انا برضو في يعني كذا حد سمعت في المانيا وامريكا في ناس غيروا التخصص بتاعهم لتمريض لان محتاجين تمريض ومرتباتهم محترمة جدا. فلا انت ما انتهتش، يعني برضو ان شاء الله ان شاء الله انت ضامن بعد ما هتخلص هتشتغل، كده كده هتشتغل. طيب ايه هي بقى النصيحة اللي انا عايزة اقول لكم عليها؟ قلنا التكليف هيبقى حسب الاحتياج وفقا من 2025.
فمعنى كده هم قلنا هياخدوا حسب ايه؟ حسب الاحتياج اللي هم عايزينه. فاحتمال الاحتياج اللي هم عايزينه ده يكون وفقا لتقديرك، التقدير بتاعك. فانت بقى مش هتدخل الكلية كده انت داخل وهموت نفسي مذاكرة، يا اما هبقى معيد يا اما هشتغل. ما تاخدش بقى الموضوع دخلت كلية تمريض تذاكر كويس، لان احتمال هياخدوا الاوائل. ولنفرض مثلا الدفعة فيها 300، هياخدوا مثلا 100 الاوائل. فذاكر كويس جدا عشان تبقى عملت اللي عليك ومطمن ان شاء الله ان ربنا مش هيضيع تعبك اللي انت تعبته، وهتتكلم.